سيسي ميتر، سنة من حكم السيسي. الجزء الثاني، الحريات وحقوق الإنسان. الحرية كانت أهم مطلب لثورة 25 يناير. المصريين في عهد الرئيس مرسي اتمتعوا بأعلى سقف للحرية ما شافوهوش ولا قبل ولا بعد كده. الحرية دي اتمثلت في حرية الإعلام وحرية التظاهر. الإعلام في عهد الرئيس مرسي تجاوز حد النقد الموضوعي لحد السب والقذف بحق رئيس الجمهورية هو وأسرته، ومع ذلك مفيش إعلامي ولا صحفي واحد حصل له حاجة، ولا حتى قناة فضائية واحدة اتقفلت. وكلنا فاكرين الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وهو الصحفي الوحيد اللي القضاء حبسه احتياطي بتهمة إهانة الرئيس تدخل بنفسه فورا وأصدر تشريع لإلغاء حبس الصحفيين علشان إسلام ما يباتش ليلة واحدة في السجن. وفاكرين برضو الصحفية شيماء عادل اللي كانت محتجزة في السودان. الرئيس مرسي مرجعش من السودان غير وهي معاه على طيارة الرئاسة. الثوار كانوا بيمارسوا حقهم في التظاهر والاعتراض في أي مكان وأي زمان من غير تصريح، ويروحوا يناموا في بيوتهم عادي بعد ما يخلصوا فعالياتهم. وعمرنا ما هننسى الونش اللي كان عاوز يخلع باب قصر الاتحادية. دلوقتي بقى في عهد السيسي اللي بيفكر يعترض ولو بشكل صوري أو رمزي ممكن يدفع حياته تمن لكده، زي ما حصل مع متظاهرة الورد شيماء الصباغ. من خلال تقارير مراكز حقوق الإنسان داخل وخارج مصر هتقدر تعرف إنجازات السيسي في مجال الحريات وحقوق الإنسان. في عهد السيسي تم غلق 4 قنوات فضائية ومداهمة مكاتب 11 مؤسسة إعلامية، ده غير ال 150 صحفي المعتقلين وال11 صحفي اللي اتقتلوا وهم بيمارسوا شغلهم في توثيق وتصوير الأحداث. عدد القتلى وصل لأكثر من 5000 مصري في مجازر الرابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس والدقي واسكندرية والسويس وبورسعيد وكل شوارع مصر، ده غير ال40 شهيد من الوايت نايتس وضعفهم شهداء التراس الأهلي أيام أستاذه طنطاوي. بينما في عهد مرسي لم يقتل سوى العشرات، منهم عدد من أنصاره. عدد المعتقلين 50,000 معتقل، واللي مطلوب القبض عليهم أكتر من 65,000 شخص تانيين. عدد أحكام الإعدام الصادرة 1666 حكم، منهم سيدتين، وتم تنفيذ 7 أحكام منهم لحد دلوقتي. عدد المدنيين اللي بيتحاكموا عسكريا أكتر من 2000 مواطن. عدد المختفون قسريا 960 حالة، منهم 164 طالب وطالبة. تم اعتقال أكتر من 1000 سيدة وفتاة قاصر، منهم 78 ما زالوا رهن الاعتقال، وتعرض العشرات منهم للتعذيب والاعتداءات الجنسية. عدد المصابين حوالي 10,000 مصاب محتاجين رعاية خاصة لأن معظمها عجز كلي. طبعا الأرقام دي اللي قدرت المنظمات الحقوقية توثيقها، وما خفي كان أعظم. ورغم البطش والتنكيل إلا أن الثوار ما زالوا في الشوارع والميادين طول السنتين اللي فاتوا كل يوم، ومصممين على نجاح ثورتهم والقصاص من قتلة الشهداء، ومش بيهمهم ولا اعتقال ولا حتى موت، ومكملين.